بس الكاميرا كانت عامله ميرور بس ما خدتش بالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم رامي كريم النهارده على قناه رامي كريم واحد. اللي كنت عملت عليها فيديو من كام يوم كده، اللي هي بتاع عوده بعد طولة غياب. طولة غياب يعني اني ما نزلتش عليها فيديوهات او مواضيع الى اخره. الفيديو ده برضه من غير ورق او تحضيرات، يعني من وقت للتاني كده لما بعوز مثلا ايه اطلع اقول حاجه او كده فبطلع يعني. اما الورق والتحضيرات والحاجات دي فده اللي هشتغل عليه في الفتره المقبله باذن الله. عنوان الفيديو النهارده اللي هو مكتوب امام حضراتكم: اسلام يا مصر انني الفدا. آه يعني ده فيديو في حب مصر. آه واتمنى لمصر السلامه والقوه والصلابه اكتر واكتر. آه وطبعا ربنا يقف مع اهلنا واخواتنا في غزه وفلسطين. ده ما عنديش مشكله فيه، ده تمام موافق. مصر قويه تمام. لكن اللي مش تمام واللي بيضايقني جدا وبيضايق كل مصري ان حد يزايد عليه. الناس اللي من جنسيات اخرى او من بلاد اخرى تطلع تشتم مصر عشان تجرها في حرب وتجرها في مشاكل، دي مش مجرد مزايده، لا دي حاجه اكبر من كده بكتير. سموها زي ما تسموها. يعني مصر منذ بدايه طوفان الاقصى ومن بدايه الحرب وهي بتبذل كل ما في جهدها وسعها بتبذل كل ما في جهدها وسعها انها توصل المساعدات والمعونات، اكل وشرب وخلافه، لاخواتنا في القطاع. ف كام يوم اللي فاتوا اللي بيقول لك مصر تدخل مساعدات، ده معناه انها كانت متخاذله في الاول وما كانتش بتدخل حاجه. فاحب ارد عليك واقول لك لا، انت غلط. لان باعتراف سائق الشاحنات وباعتراف بعض الفلسطينيين برضه او كثير من الفلسطينيين او الغزاويين، اعترافهم واشادتهم بدور مصر وجهودها في معاونتهم او مساعدتهم. ف... فانا بقول للي بيقعد يزايد علينا دوت الاولى يشوف الشرع عامل ايه في بلده العربيه سوريا، وعامل ايه في شعبها او يشوف البلاد الاخرى. على راس البلاد الاخرى مش قصدي حاجه، بس انا بقول على حته المزايده يعني. ماشي. فمصر قويه وباقيه بمساعده جميع فصائلها بدايه من رئيسها الجمهوريه او رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ده بعد بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا أولا يعني. إلى جميع فصائلها بقى زي ما قلت، جيش، شرطة، مخابرات، الأمن، أمن وطني، أو الأمن العام، أي حاجة فيها كلمة الأمن يعني. ممكن يكون في إخفاقات، في سلبيات، في غلاء، في عبده، قصدي في يعني، معلش القافية بتحكم، بس معلش، بس ما معاش صفارة. المهم، فمهما حصل في مصر، ما ينفعش نقول بقى ايه على مصر السلامة ومصر كده ضاعت وفي ناس قبل كده ايام الناس اياهم اللي حكموا سنة كانوا بيقولوا طز في مصر. لا، بيقولوها صريحة، مش مجرد هزار او افيه او زلة لسان، لا، ده بيقولوها صريحة. فانا بقول لاي حد يقول الجملة دي اقول له احترم نفسك يا بابا، بس لا هشتم ولا هتلفظ زي ما ناس كتير على اليوتيوب بتتلفظ والحاجات دي، لا، دي مش سكتي، ولا دي مبادئي ولا دي اخلاقي طبعا يعني. او اصلا يعني على راي اشرف عبد الباقي اصلا يعني. ماشي. ف تعيش مصر سالمه غانمه، ده يعني جمله وطنيه. تعيش مصر سالمه غانمه واسلام يا مصر انني الفدا. مش فاكر باقي الاغنيه بتاعتها. انا جه خطر في بالي كده الجمله ديت او الاغنيه دي، قلت احطها عنوان للفيديو، زي لما عملت كده فيديو من كام شهر بعنوان مصر هي امي التانية، فاكرينها؟ على نفس القناه دي. فلقيت اسلام يا مصر انني الفدا، قلت اما احطها عنوان يعني. ماشي، دي نقطه. النقطه الثانيه والاخيره، موضوع مروه بنت حسني مبارك والفنانه وفاء عامر. الفنانة وفاء عامر معروفة إنها ممثلة، كل مصر عارفاها. ماشي، ده ما فيش فيها كذب أو تزييف أو شك. طب مروة حسني مبارك، إزاي؟ إزاي يعني حسني مبارك عنده علاء وجمال، مروة دي إزاي؟ بس يعني أنت لو خدت الدليل ده ورحت بين أي محامي لسه بيدرس في الكلية، ماشي، ولسه ما اتخرجش يعني، هيقول لك العب بعيد هنرش ميه. حسني مبارك ما عندوش بنات. دي واحده بتدعي انها بنت حسني مبارك، وبتطلع على التيك توك وتقعد تشتم في كذا حد، في سيدات وفي رجاله و. طب لو هي بنت حسني مبارك هتتكلم بالطريقه اللي بتتكلم بيها دي في الفيديوهات؟ يعني المفروض لو هي يعني بنته فعلا، يعني تبقى المفروض تبقى كده ايه، بنت رئيس جمهوريه، يعني تتكلم بلباقه وبأدب، مش بالطريقه التانيه دي. ازاي؟ فالموضوع كله على بعضه، تمام، مريب وغريب، و... وكل واحد في حاله يعني. اشمعنى وفاء عامر اللي انت قصدتيها يعني؟ مش فاهم. المهم، بس ده كل اللي عندي النهارده، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات اخرى، سواء من غير تحضيرات او بتحضيرات، لان ايه، يعني في كلا الحالتين المهم ان المحتوى يكون جيد ومفيد ويوصل. ماشي، اوكي. اسلام يا مصر انني الفدا، تحيا مصر، ويحيى جميع فصائلها بداية من رئيسها إلى لا نهاية زي ما أنا قلت من شوية.
وربنا يكون مع أهلنا وأخوتنا في غزة وفلسطين. نحن ضد المزايدة على الشعب المصري، نحن ضد اللي بيطلع يسب الشعب المصري، مش مجرد مزايدة، لا، يسب الشعب المصري. هتقول لي مين اللي بيسب؟ هقول لك دور على اليوتيوب هتلاقي ناس كتير جدا بتطلع تسب في الشعب المصري. و... وبس كده. تصبحوا على خير. كان معاكم رامي كريم، مع تحياتي للجميع، إلى لقاءات أخرى. وانتظروا الحلقة الجديدة من برنامج مع رامي. امتى لسه معرفش بقى، يعني أنا بقى بشتغل على الحلقة الجديدة، وإن شاء الله هنزلها في القريب الآجل أو العاجل، المهم إنها تنزل يعني. يعني إيه، بتأنى كده واحدة واحدة في التأني السلامي. السلام عليكم.